بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. بفكركم كل حلقة إن إحنا بنحلل الأسباب والعوامل النفسية اللي بتأثر على نتيجة المباريات، وكمان بتأثر على أداء اللاعبين والأجهزة الفنية أثناء المباريات. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز الأهلي 2-1. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، يا ريت حضراتكم تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات على أداء لاعيبة النادي الأهلي النهاردة، وعلى أداء مدرب الأهلي الجديد ياس تورو. النهاردة عنوان حلقتنا: النادي الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري ولكن بلا طعم ولا لون ولا رائحة. ده كان عنوان حلقتنا النهارده. اخدناكم دايما اللي احنا بنتكلم على اسباب وجوانب وعوامل نفسيه وعلى ايجابيات وسلبيات في المباراه. النهارده بصراحه يعني هم ايجابيتين فقط من مباراه الاهلي والاتحاد السكندري لصالح الاهلي. الاهلي فاز على الاتحاد السكندري وخد من الماتش الثلاثه بونت اللي هو عاوزه. كمان اللي الاهلي تصدر ترتيب الدوري المصري. دي ايجابيات مباراه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي. تعالوا بقى للسلبيات. النادي الاهلي بعد هدف زيزو الثاني افتكر ان المباراه انتهت، خلاص الماتش خلص بقى واحنا فزنا الماتش ونلعب بقى بالراحه وبالهداوه واحنا ضمننا الفوز خلاص. ودي آفة الكره المصريه وآفة سلوك اللاعب المصري، احساسه بالفوز وبينتابه دايما الكسل والرعونه في ادائه بعد ضمانه للفوز. كمان ان بعد الجون الاول للاتحاد السكندري اللي جه في الدقيقه 69، خوف غير مبرر من لاعيبه النادي الاهلي. لاعيبه النادي الاهلي تحس ان بعد الجون ما جه فيها اللي هم فرقه ناشئين، اللي هم ما لعبوش كره قبل كده، رجلهم بتخبط في بعضها. كمان عدم التركيز. لو حضرتك تيجي تشوف اصلا الكوره اللي الجون جه منها، ثرو للاعب الهاف اليمين بتاع الاتحاد من على شمال النادي الاهلي، كوكا يغلط، ياسين مرعي يغلط، الراجل يعرضها، المهاجم فادي فريد لاعب الاتحاد السكندري يسبق ياسر ابراهيم بخطوه في ال 18 ويحطها في محمد الشناوي. طيب، وده كان جول الاتحاد السكندري. مفيش تركيز لا من كوكا ولا من ياسين مرعي ولا من ياسر ابراهيم. طيب اللعبه دي اتكررت كم مره؟ اللعبه دي اتكررت 3 4 مرات بنفس السيناريو ونفس الطريقه في خلال 5 أو 6 دقائق. ده دليل على ايه؟ اللي لعيبه النادي الاهلي مش مركزه. في كره منهم الهاف اليمين بتاع الاتحاد مرقص محمد شكري ودخل ال 18، لولا ان ياسين مرعي غطى الكره دي كانت جول مؤكده. كره ثانيه اتلعبت عرضيه في ال 18، لولا ياسر ابراهيم دخل او محمد هاني تقريبا دخل قبل الفيرود بتاع الاتحاد السكندري، كانت الكره دي كفيله تجيب التعادل للاتحاد السكندري. خوف غير مبرر، احساس بالخوف، عدم تركيز. طيب هنقوله الخوف اللي الاهلي انطرد منه كوكا وبقى بيلعب ناقص. طيب 5 دقايق بالظبط والاتحاد السكندري انطرد منه لاعب، يقوم لعيبه الاهلي بدل ما تلعب لعبها العادي وتحاول تسجل الجون الثالث عشان تقتل الماتش، لا، تراجع كل لاعيبه النادي الاهلي. حاجه في منتهى الغرابه بصراحه، حاجه ملهاش اي تفسير. انا لما نيجي نقول مدرب الاهلي خواف يبقى ده شيء طبيعي. مدرب الاهلي صدر خوفه
للاعيبه النادي الاهلي يبقى ده شيء طبيعي. انا شايف اللي يسترب في اول ماتش نجح بملحق، لولا الثلاثه بونت اللي خدها من الماتش ده ما كانش نام النهارده من راي الجمهور والصحافه عليه. ولكن الاداء مش كويس، لا اداؤه التكتيكي كويس ولا اداء لاعيبه النادي الاهلي كويس. والاهلي النهارده الشيء الوحيد الايجابي اللي عمله اللي هو فاز الماتش، خد 3 بونت اتصدر بيهم الدوري العام. اكتر من كده لعيبه النادي الاهلي ما حضرتش. دايما في نهايه كل حلقه اللي احنا بنعمل تقييمات للاعيبه النادي الاهلي. محمد الشناوي 6، محمد هاني 5، كوكا 3، ياسر ابراهيم 4، ياسين مرعي 5، مروان عطيه 4، بن رمضان 5، زيزو 7، بن شرقي 7، جريديشار 5، ديانج 2. التغييرات اللي حصلت نزل قفشه ونزل محمد شكري ونزل احمد عبد القادر ونزل عمر كمال. انا بصراحه ما حسيتش بوجود اي حد فيهم في الملعب. عذرهم الوحيد اللي هم لعبوا حوالي من 8 ل 9 دقائق. بلاش نقيموهم، ولكن انا برضو في النهايه ما حسيتش بوجودهم. يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ورايكم في اداء النادي الاهلي، ورايكم في اداء المدرب الجديد. ويا ترى الاهلي هيستمر بالوضع دوت ولا مع الوقت والايام الدنيا هتتغير؟ دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.